السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمر مانشستر. بداية بطولة دوري أبطال أفريقيا 2005 الأهلي والزمالك. النهارده مباراة الذهاب في استاد القاهرة ضد نادي انيمبا النيجيري. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بطولة دوري أبطال أفريقيا ضد نادي انيمبا النيجيري، الذهاب في استاد القاهرة. طبعا الهدف بهدفين، لازم النهارده نديهم نتيجة محترمة كده، يعني مباراة الذهاب على أرضنا، ونحاول ما نستقبلش أي هدف لأن الجون بجونين خارج الارض. استاد القاهره الدولي طبعا تحضيرات ممتازه جدا للبطوله زي ما انتم شايفين، واحتفاليه بقى. نادي القرن النادي الاهلي، البطل الكبير المصري النادي الاهلي يتوجه الى ملعب القاهره لبدايه بطوله دوري ابطال افريقيا ضد نادي انيمبا النيجيري. على بركه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي على شمالنا، نادي انيمبا النيجيري على يميننا. بركات بركات. يا تريكا بقى، يا تريكا قدامك الجون اهو، حرام عليك. اعمل ايه تاني طيب؟ رفع متعب وبركات. لسه دفاع مستميت من نادي انيمبا، يطلع الحارس. بركات بركات. يا راجل ضربة جزاء اي حاجة يعني، الراجل وقع اهو، يعني اكيد في دفعة. هو جون بس هيولع الملعب ده خالص، هيشعلله. حرام. يلا يا ابو تريكة، يلا يا ابو تريكة. لسه برضو يعني ما دخلش لسه في اجواء الماتش يعني، لكن بركات اكيد دخل. يعني فرص من كل ناحية، لازم نستمر للنهاية كده، والاهم من ان احنا ما نستقبلش ولا هدف لان الماتش على ارضنا طبعا. لسه الكورة لمتعب، يا عماد يا متعب، يلا يا ابو تريكة، يا بيبو، يا خالد، يا بيبو، يا هداف الدوري بتاعنا، هداف الدوري والله ما بهزر يا راجل. حلوة قوي. الله يا خالد يا بيبو، الله يا خالد يا بيبو، هداف الدوري، وشكله هيبقى هداف افريقيا ولا ايه يعني؟ ما يعني الراجل هداف في كل حتة ما شاء الله. نمسك الخشب. خالد بيبو، الراجل الحلال بتاع الحاجات الصعبة، هو ده بتاع الحاجات الصعبة. خالد بيبو خد 2 في ظهره، انطلق خالد بيبو وركنها حلوة قوي على يمين الحارس. هدف اول لنادي الاهلي ضد نادي انيمبا النيجيري. الملعب زي ما انتم سامعين، الملعب ولع والاهات بقى زادت، يعني عايزين اكتر ان شاء الله، وما نستقبلش اي هدف زي ما قلنا، اكدنا وقلنا. لسه الكورة، لسه هنفضل على قلوبنا يعني، على اعصابنا في الهجمات الاخيرة. الحمد لله يا حضري، امسك يا حضري. تمام، ينتهي الشوط الاول 1-0. فريق بصراحه ما يطمنش، انيمبا النيجيري نادي ما يطمنش. اما راحوا بكذا هجمه برضو، وانطلقوا من الناحيه الشمال عندنا باكتر من فرصه، لكن قدرنا نسجل في نهايه المطاف الحمد لله. اهم حاجه نزود الكفه. بركات، لكن الراجل ده متسلل خالد بيبو، مش هديها له. لسه يا بيبو بقى، يلا يا بيبو بقى الهدف الثاني بقى. ولع لنا الملعب يا راجل، شعل لنا الملعب يا راجل. 2-0 للنادي الاهلي. الله يا جدعان، هدف ثاني والمباراه يعني ابتدت. يعني محتاجين برضو نحافظ على كده، مع اي هدف على ارضك يعتبر بهدفين، فاحنا محتاجين تركيز للنهايه. ما نبالغش في الاحتفال دلوقتي الا مع صفاره الحكم لما نكون انهينا المهمه على الاخر. ماشي، ممكن نعمل تغيير كده. عايز انزل فلافيو مكان متعب، مش عاجبني عماد متعب النهارده. امادو فلافيو تبديل بدل عماد متعب. ابو تريكة، الله يا حسام يا عاشور، الله يا حسام يا عاشور. ثلاثيه النهارده جميله جدا، امتاع من اللعيبه للجماهير. الله يا حسام يا عاشور على الهدف الجميل. غسلناهم فرص النهارده والله، يعني اداء جميل جدا من اللعيبه، مبسوط منهم. فلافيو واخد الملعب كله الراجل. بيبو، يا على العارضة، مش معقولة بقى يعني، لازم حاجة تعكنن على الواحد كده. طب شوت انت يا ابو تريكة. ماشي بقى يعني، خلاص فاضل دقيقة الماتش ينتهي، مش عايزين يحصل هدف او حاجة. وقع لنا الراجل ده اي تاكلين كده. الله، انتهت المباراة 3-0 خلاص بنسبة كبيرة يعني.
صعدنا، مش عايزين نبالغ برضه في الفرحه، ممكن يعملوا كامباك علينا في نيجيريا، هنشوف اللي هيحصل. لكن مباراه الذهاب تنتهي 3-0 للنادي الاهلي ضد نادي انيمبا. لسه عندنا العوده في نيجيريا، ربنا يستر ونصعد للدور الجاي ان شاء الله. دي مباراه الذهاب زي ما انتم شايفين. الاسماعيلي فاز في الذهاب على النجم الساحلي 3-0، الزمالك فاز على الرجاء في الذهاب 3-0. ده في المغرب على فكره. يعني الانديه المصريه متالقه كالعاده في بطوله افريقيا. بس يا جماعه دي تبقى نهايه حلقه النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشيروا الفيديو على اوسع نطاق لو انتم من الناس اللي بتحبوا العاب الجيمز، سواء الكوره او اي العاب تانية ان شاء الله هنزلها. انا عمر مانشستر، اتمنى فيديوهاتي تكون بتعجب حضراتكم، واستنوني في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. بحبكم في الله، مع السلامه.